السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو إيه اللي حصل في مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية؟ إيه اللي بيحصل ده بجد؟ إيه الروعة دي؟ إيه الماتش الجامد ده؟ هارد لك لمنتخب المغرب وجود لك لمنتخب السنغال. هنحكي عن أهم اللقطات في مباراة المغرب والسنغال، لكن الأول أهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة في أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لقطاتكم يا زملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس أمرا. دوس لايك. نبدأ أخبارنا النهاردة. منتخب السنغال بطل افريقيا للمره الثانيه. منتخب المغرب لسه بطل افريقيا لمره واحده فقط لا غير. المباراه كانت سجال ماشيه هنا وهنا. الاستحواذ كان لمنتخب السنغال، لكن منتخب السنغال اقوى. منتخب السنغال رهيب بقياده ساديو ماني. ادريس جاي وبقيه اللعيبه الناس كلها جامده صراحه في منتخب السنغال. هدف لمنتخب السنغال من وجهه نظري ان هو هدف باين خالص ان هو هدف، مش دي الزقه اللي تتحسب عليها فاول. صراحه انا بتكلم بصراحه مع احترامي لاخواتنا المغاربه. بعد كده الحكم ما حسبش الهدف، بعد كده ضربه جزاء صحيحه للمغرب. انا مش هقول لك حاجه، لا هي ضربه جزاء صحيحه صحيحه صحيحه. ابراهيم دياز اتشد جامد جدا جدا من اللاعب ضيوف، لكن بعد ما حسب ضربه الجزاء منتخب السنغال كان عاوز ينسحب وخلاص، خرجوا والدنيا خرجت وكله مشي، حتى ساديو ماني ذات نفسه. يعني ساديو ماني لك ان تتخيل ان هو كان خارج. مش عارف ايه اللي رجع ساديو ماني، ما اعرفش ايه السبب، لكن اللي توقعته بامانه الله يعني مش هكذب عليك ان ساديو ماني حد قال له ان احنا خلاص ان منتخب المغرب هيضيع ضربه الجزاء عشان انتوا كان لكم هدف. انا اظن كده، انا توقعت كده. دخل ابراهيم دياز اكد شكوكي لما شاط ضربه الجزاء بانينكا بالطريقه دي، ومش بانينكا بس، ده لعبها ضعيفه خالص. لو الحارس مندي كان اترمى كان يقدر يرجع تاني يجيبها. يعني ما بالك هو ما اترماش ومسكها، لو كان اترمى كان يقدر يجيبها. ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي يلعبها كده؟ ده نهائي افريقيا. لك ان تتخيل ان بروما دياز سجل ضربتين ثلاثه في بطوله افريقيا في الادوار التمهيديه، ما شاطش ضربه جزاء بالرعونه دي. ما شاطش ضربه جزاء بالرعونه دي تشوطها في نهائي افريقيا كده، الا لو قالوا له ضيع، حد قال له ضيعها عشان السنغال ما تتسحبش. وبعد كده السنغال جابت هدف عالمي عالمي لا يصد ولا رد. ياسين بونو حارس عالمي برضه، عالمي بجد. ساديو ماني اخذ احسن لاعب في البطوله، هداف البطوله ابراهيم دياز، احسن لاعب هو ياسين بونو. فريق منتخب اللعب النظيف هو منتخب المغرب. لكن المشهد الوحيد العبثي ان جمهور السنغال ضرب الامن بتاع المغرب، وشفنا لقطات حاجات كارثيه لما اتحسبت ضربه الجزاء، ما كانش صح. على العموم هارد لك لمنتخب المغرب، وان شاء الله الجايات للعرب تبقى احسن من كده ولمنتخبنا الوطني المصري بمشيئه الله تعالى. اللي بيحصل مع نادي الزمالك وايه اللي تم وايه اللي ضر، انا عن نفسي مش هتكلم في اي حاجه، مش هقول اي حاجه، مش هعلق اكتر من كده على اللي حصل من بعض الصفارات استهجان في مباراتنا في ماتش مصر والسنغال. مصر ونيجيريا سوري، اللي هو كان على الثالث والرابع. لكن هارد لك في الاول وفي الاخر لمنتخب المغرب. اللي حصل كالاتي: نصر ماهر خلاص ماشي ورايح نادي بيراميدز، اعتبره في بيراميدز، لكنه رافض يتنازل عن كل مستحقاته. كل مستحقاته لا، وقال لك هتنازل عن جزء معين، وهم ما زالوا بيتفاوضوا. طيب نصر ماهر هيشارك في مباراه المصري البورسعيدي يوم 25. اداره الزمالك قالت من هنا لغايه يوم 25 ممكن يكون مشي، ولو ما مشيش مش هينفع عشان لما يتصابش ولا حاجه، لاننا احنا محتاجين فلوس. طب يا عم ما ينفعش، لو مشيش ما تلعبه. لا مش موافقين. بما ان مباراه المصري البورسعيدي على الابواب، خالد الغندور قال خبر غريب عجيب بالنسبه لي. قال ان ثلاثي نادي الزمالك لن يلحق بمباراه المصري البورسعيدي. مين اللي قال الكلام؟ خالد الغندور. مين الثلاثه اللي مش هيلحقوا؟ عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، وكمان احمد ربيع. طب انا مستغرب اصلا. احمد ربيع من فتره لو شفت نزل بوست كده فيما معناه ان هو خلاص بقى سليم. نبيل عماد دونجا اللي المفروض ان هو بيتاهل، راح عمل فرحه وراح صيف سوري وراح قضى شهر عسل ومش عارف ايه وبتاع. طب ازاي كل ده اصابه بقى؟
عبد الله السعيد بقاله فتره كبيره قوي غايب. الغريب هنا ان كل اصابات نادي الزمالك على مر سنتين فاتوا من اول ما المجلس ده مسك بتقعد بالشهور. يعني الشد لك ان تتخيل بالنسبه لي عامل زي الرباط الصليبي، زي قطع جزئي في الرباط الصليبي اللي بيقعد بثلاث اربع شهور. احنا زهقنا. قلتوا لعيب في الدكتور محمد اسامه ومشيتوه وما بدتلوش امكانيات، يبقى لعيب انتوا من عندكم، لانكم ما عندكوش حاجات تاهيليه كويسه، ما بتودوش الناس مراكز علاجيه تتعالج كويس، ما بتهتموش. عن مجلس اداره نادي الزمالك اتحدث. وبما اننا ذكرنا مجلس اداره نادي الزمالك، لك ان تتخيل ان هم دلوقتي بيكلموا صلاح مصدق ان هم يجدولوا له مستحقاته عشان خاطر ما تجيش عقوبه ايقاف بسبب صلاح مصدق. احنا داخلين هنخش في 15 16 ايقاف. صلاح مصدق فريقه نهضه الزمامره هو اللي اخذ علينا حكم، لسه صلاح مصدق كمان. انت لسه بتتكلم معاه عشان تجدول له. انت جبت كل لاعب ومشيته، جبت كل لاعب ما اديتوش فلوس قلت له روح اشتكي، ودلوقتي بتقول له ايه؟ معلش نجدول؟ لا تعليق. النهارده عندنا مباراه مهمه جدا في السوبر المصري لكره الطايره امام النادي الاهلي الساعه 8 مساء. يا رب نفرح، يا رب نكسب. الزمالك لعب بتروجيت والاتحاد كسبهم، هم كانوا معانا في السوبر، والاهلي لعب بتروجيت والاتحاد وكسبهم، واحنا المباراه بقى الفيصل دي اللي يكسب يبقى بطل السوبر في كره الطايره. ربنا ينصرنا. اتمنى يعني بطوله نبل بيها رقنا. احنا ما بنكسب بطولات خالص من الاهلي خالص. بص بقى، حصلت من 3 ايام بالتحديد الخميس بالليل في نادي الزمالك خناقه كبيره. فرد الامن في نادي الزمالك الساعه 12 قال لبعض الاعضاء المتواجدين اللي هم قرايب حد داخل نادي الزمالك ما ينفعش تقعدوا لغايه كده، كفايه خلصنا. المهم مسك فيه واحد وراح معوره. دخل واحد من اعضاء نادي الزمالك بيحوش، راجل بيقولوا عليه كويس جدا، راجل بيعمل افعال خيريه كتير واعمال خيريه. هو كمان راح متعور، العضو ده ضربه. هو ايه اللي بيحصل داخل نادي الزمالك ده؟ نادي الزمالك اقسمت بالله كان انضباط. نادي الزمالك في فتره المستشار مرتضى منصور ما كانش بيتولع فيه السيجاره. اللي كان عايز يولع سيجاره كان بيتدارى. اقسم بالله على يدي هذا حصل وانا كنت في نادي الزمالك. اقسمت بالله، اقسمت لك بالله. بتاع الامن كان يقول لك ايه؟ اتدارى عشان خاطري، اتدارى عشان المستشار ما يشوفناش في الكاميرات، يخرج يزعق. شفت كنا في ايه ووصلنا لايه؟ حتى ان انت تقعد في وضع امن، لا، في شغل وفي ضرب وفي بهدله. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ يجي يقول لك امبارح ده هم بيعملوا قرعه الحج في داخل نادي الزمالك. مش عارف. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب، جورج سماو مدرب برتغالي، بعض الاقاويل اتقالت ان جورج سماو ده هيدرب نادي الزمالك، لكن من داخل نادي الزمالك نفى هذا الامر تماما وقال لك ان المدير الفني البرتغالي ده احنا ما فضلناش معاه بالمره، لكن الكلام شغال كتير. انا هقولها لك على بلاطه عشان ننهي الدور بتاع المدير الفني. بمناسبه ان الزمالك ممكن يجيب مدير فني اجنبي او ما يجيبش. الزمالك او اداره الزمالك اولوياتها حاليا هي دفع مستحقات لاعبي نادي الزمالك الاول، وبعد كده يبقوا يفكروا يجيبوا مدرب. اللي انا مستغرب له هنا ان اداره الزمالك منتظره بيعه ناصر ماهر عشان تدفع مستحقات اللاعبين، غير كده مفيش فلوس يدفعوها. طب مين تاني؟ طب ايه؟ مش عارف. غيابات بالجمله في مباراه المصري البورسعيدي في الكونفدراليه، ربنا يستر. يعني عندك عمر جابر بنسبه كبيره هيغيب، احمد فتوح بنسبه كبيره هيغيب، عبد الله السعيد على كلام خالد الغندور، نبيل عماد دونجا، احمد ربيع. انا مش عارف احنا هنلصم نفسنا ازاي. انا كل اللي بطلبه من كابتن معتمد جمال عشان خاطري ما تلعبش مين؟ سيف فاروق جعفر. ما تلعبش سيف فاروق جعفر. نصر ماهر كمان مش هيلعب عشان خاطر الاداره زي ما قلت لك وحكيت لك. غيابات بالجمله. الاقرب لحراسه عرين نادي الزمالك في مباراه المصري البورسعيدي هو محمد عواد، ده الاقرب. النادي الاهلي في عز ما انت منهار ومش لاقي تدفع مستحقات اللاعبين، الاهلي بيدعم بصفقات وده حقه. بيدعم بصفقات مين؟ الاهلي خلاص خلص عمرو الجزار زي ما كلنا عارفين.
هادي رياض يقترب جدا 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 من النادي الاهلي بنسبه 99%. هادي رياض مدافع نادي بتروجيت على فكره، مدافع جيد جدا. ثالث لاعب مروان عثمان اللي هو لاعب نادي سيراميكا، واللي انا مستغرب له الاهلي ماشي بقاعده بقاله فتره كبيره، اي حد يسجل فيها جول اتعاقد معاه. حامد حمدان سجل فيها جول كانوا عاوزين يتعاقدوا معاه لولا ان بتروجيت خلص فيه واللاعب رفض الاهلي. مروان عثمان احنا عارفين ان نادي سيراميكا بيوافق وهو مغمض على اي صفقه للنادي الاهلي. لكن اللي انا مستغرب له هنا، الاهلي عنده ياسر ابراهيم، عنده اشرف داري، عنده ياسين مرعي، ورايح بيتعاقد مع 2 كمان وممكن يجيب الثالث. غريبه. مصطفى العش احنا عارفين خلاص مشاه. اشرف داري رافض الرحيل غير لما ياخد فلوسه كامله مكتمله، ما ينقصوش مليم. فما مش عارف، انت لو تشوف الاهلي اشترى مدافعين الفتره اللي فاتت قد ايه، والدكه عنده الاهلي ممكن يشتري 11 لاعب في مركز واحد. سبحان الله. منين وازاي يا عم الحاج؟ اوعى بقى تقول لي مش عارف ايه، انتوا بتقولوا شركات راعيه وبتقولوا مكسب بطولات. يا راجل ده الارقام فلكيه، فلكيه ومحدش بيتكلم، محدش بيقول ليه ولا فين ولا ازاي. سبحان الله. يعني لك ان تتخيل مدافع واثنين وثلاثه بيشتري النادي الاهلي وهو اصلا عنده مثلا ثلاثه. انا مش والله والله ما بحسد يا عم الحاج، اقسمت بالله ما بحسد، بس كل اللي عايز اوصله لك يعني الدنيا ماشيه ازاي. ارض نادي الزمالك ما فيش جديد، شركه الكوره ما فيش جديد. انا شركه الكوره دي انا بقول لك اهو كلام هتحاسب عليه، انا حاسس ان هي يعني ايه تثبيته كبيره جدا عشان يثبتوا بها الجمهور. اي حد عايز يطلع يعمل خبر سعيد وهو مش سعيد او مش حقيقي يقول لك شركه الكوره خلاص بتنتهي. بتنتهي ازاي؟ بتنتهي الفينش فيها وخلاص وهتبدا شغلها. شركه كوره مين يا عم الحاج؟ حتى ارض الزمالك الجديده المفروض نادي الزمالك يستلمها، مفيش اي حاجه، مفيش اي خبر، مفيش اي حاجه، مفيش حاجه بتتقال. بتعملوا ايه؟ طب الارض الجديده ولا ارض قديمه ولا اي حاجه؟ الزمالك مرمي رميه، وكل المشكله ان مفيش حد بيدافع عنه ولا حد يقدر يجيب له حقه ولا حد يقدر يقول له احنا معاك ولا حد يقدر يقول له احنا اللي ماسكينك فاحنا مش هنسيبك. الزمالك من غير اهل. اه الزمالك ملوش الا جمهوره، ومنهم جمهور اللي دعم وقف جنب نادي الزمالك، ومنهم اللي تخلى ودعم المجلس الحالي وخسرنا المجلس اللي فات. يقول لك اصل هو كان السبب. سبب مين يا عم؟ هو اللي اتحارب عشان كده حصلت مشاكل. كان ليه سلبيات المجلس اللي فات؟ اه كان ليه سلبيات، بس ايجابياته كانت اكتر من سلبياته. كان عندك ليل نهار صفقات، كان عندك ليل نهار بطولات، والاخر يقول لك اصل هو اللي خربها. خرب مين؟ ده انتوا اللي خربتوها. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي. ان شاء الله قدم افضل، يا رب قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم، ومين غيره عظيم.